عقود مرت وأشرف مروان يعيش في لندن حياة رجل الأعمال الناجح، شركات وصفقات وعلاقات دولية، ووجه يبتسم للكاميرات في المناسبات الرسمية. لا أحد خارج دوائر الاستخبارات يعرف ما وراء تلك الابتسامة. حتى عام 2002، في ذلك العام نشر مؤرخ إسرائيلي يقيم في لندن كتاباً تحدث فيه عن جاسوس مصري رفيع المستوى عمل للموساد خلال حرب أكتوبر. لم يذكر الاسم في البداية، لكن الصحافة الإسرائيلية ربطت الخيوط بسرعة ونشرت الاسم كاملاً: أشرف مروان. وفي عام 2004 جاء المشهد الذي أربك الجميع. في احتفالات ذكرى حرب أكتوبر، شاهد أحد عناصر الاستخبارات الإسرائيلية على شاشة التلفزيون ما لم يتوقعه: الرئيس مبارك يصافح أشرف مروان بحفاوة في حفل رسمي أمام الكاميرات بابتسامة لا تخطئها عين. وفي إسرائيل تساءل الجميع: كيف يحتفي رئيس مصر بمن باع أسرارها؟ ثم خرج مبارك وقال صراحة: كان وطنيا مخلصا وقام بأعمال وطنية لم يحن الوقت للكشف عنها. رجل واحد، روايتان لا تجتمعان، وحقيقة لا يعرفها أحد حتى اليوم. اسمه أشرف مروان. وسأرجع بك إلى البداية لأحكي لك القصة من أولها. أشرف مروان ولد عام 1944 في القاهرة لعائلة متوسطة لا شيء يميزها. درس الكيمياء في جامعة القاهرة، وكان شاباً طموحاً يبحث عن طريقه في الحياة كأي شاب في جيله. لكنه فعل شيئاً واحداً غير مساره تماماً: وقع في حب منى عبد الناصر، ابنة الرئيس. الزواج لم يكن سهلاً. عبد الناصر رفض في البداية رفضاً قاطعاً. كان يرى أن ابنته تستحق أكثر من شاب من عائلة عادية، لا اسم لها ولا ثقل. لكن منى أصرت، وفي النهاية رضخ الرئيس. وفي يوليو عام 1966 تزوج أشرف مروان من منى في منزل الرئيس في منشية البكري أمام العائلة والمقربين. في ليلة واحدة انتقل من شاب لا يعرفه أحد إلى عضو في أقرب دائرة حول أقوى رجل في مصر. لكن هذا القرب لم يكن نعمة خالصة. عبد الناصر لم يثق به، كان يراه دخيلاً على العائلة، شاباً متسلقاً استغل حب ابنته للوصول إلى ما يريد. لم يعطه منصباً حقيقياً ولم يشركه في القرارات. كان مروان يدخل الاجتماعات أحياناً، يسمع ما يقال، لكنه لم يكن جزءاً من المشهد. كان يرى السلطة من قرب جداً، لكنها لم تكن في يده. والإحساس بالإقصاء حين يكون قريباً جداً من القمة أشد إيلاما من البعد عنها كلياً. وربما هذا بالضبط ما دفعه لما فعله بعد ذلك. عام 1969 مصر تعيش في حالة من الإحباط العميق بعد هزيمة 67، والجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل سيناء. وأشرف مروان في لندن بعيداً عن القاهرة وعن عبد الناصر وعن الإحساس بأنه لا ينتمي إلى أي مكان. في يوم من أيام ذلك العام توجه مروان وحده إلى السفارة الإسرائيلية في لندن. دخل دون أن يجبره أحد ودون أن يعرف أحد، وجلس أمام ضابط الموساد وقال بهدوء: عندي معلومات تهمكم. الموساد في البداية لم يصدق. من يصدق أن صهر عبد الناصر يأتي اليوم بمحض إرادته؟ اعتقدوا أنه فخ أو ربما اختبارا من المخابرات المصرية. رفضوه في البداية وطلبوا منه أن يثبت نيته، وهو أثبت. في اللقاء التالي أحضر معلومات لم يكن بإمكان أي شخص عادي الحصول عليها، معلومات من داخل القيادة المصرية مباشرة. والموساد في تلك اللحظة أدرك أنه أمام شيء لم يحدث من قبل. أعطوه اسما حركيا: الملاك، وبدأت العلاقة.
على مدار السنوات التالية أسس مروان مع الموساد نظاماً دقيقاً للتواصل. كانت اللقاءات تجري في فنادق فخمة في باريس وجنيف ولندن. يصل مروان بمفرده، يجلس في غرفة مغلقة مع ضابط الموساد ويسلم ما لديه، والمقابل كان يحمل في حقائب ذهباً في البداية، ثم تحويلات مالية إلى حسابات سرية. يقال أن المبالغ الإجمالية وصلت إلى ملايين الدولارات، وما كان يسربه لم يكن معلومات بسيطة، كانت خططاً عسكرية وأسماء ضباط ومحاضر اجتماعات سرية وتوجهات السياسة المصرية في المفاوضات. معلومات كانت الموساد تصنفها بأعلى درجات السرية. وبعد وفاة عبد الناصر عام 1970 وصعود السادات، ازداد وضع مروان أهمية. السادات أعطاه مناصب لم يحلم بها في عهد عبد الناصر: سكرتير الرئيس للمعلومات، وعضو لجنة التسليح والتصنيع الحربي، ومطلع على أعلى القرارات في الدولة. والموساد كان في قمة ثقته، كان يعتقد أنه يملك مصدراً ذهبياً في قلب الحكومة المصرية، رجلاً يجلس بجانب الرئيس ويعرف كل شيء. لكنه كان يقع في أكبر فخ في تاريخ الاستخبارات. ابتداء من مطلع عام 1973 بدأت مصر وسوريا التخطيط لأكبر هجوم عسكري منسق منذ تأسيس إسرائيل، والسادات كان يعرف أن عنصر المفاجأة هو مفتاح كل شيء. إذا عرفت إسرائيل بالهجوم مسبقاً فشل كل شيء. وهنا دخل أشرف مروان في لعبة أخطر مما تخيله أي أحد. على مدار الأشهر التي سبقت الحرب كان مروان يتواصل مع الموساد بانتظام، لكن ما كان يفعله لم يكن تسريب معلومات حقيقية، كان يرسل إنذارات كاذبة. مرة يقول لهم إن الحرب ستبدأ في مايو، فيستنفر الجيش الإسرائيلي ويعبئ احتياطاته وينفق ميزانيات طارئة، ثم لا يحدث شيء. مرة أخرى يقول أن الهجوم سيكون في يوليو، نفس الاستنفار، نفس التعبئة، نفس الإنفاق، ثم لا يحدث شيء. والمرة تلو الأخرى كان الجيش الإسرائيلي ينهك نفسه في تعبئات وهمية ويستنزف ميزانيته في استعدادات لحروب لم تقع. وما هو أخطر من ذلك، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يفقدون الثقة بتحذيراته. البلاك يقول إن الحرب قادمة مرة أخرى، وكثيرا ما كانت الاستجابة تتراجع مع كل إنذار كاذب جديد. كان مروان يصمم حتفهم بصبر وبدقة متناهية. ثم جاء 5 أكتوبر عام 1973، ليلة واحدة قبل الهجوم الحقيقي. اتصل مروان بمشغله في الموساد وقال: الحرب غدا. الإسرائيليون استنفروا هذه المرة أيضا، لكن بتشكيك أقل من المعتاد، ربما لأن المعلومة جاءت مرفقة بتفاصيل تبدو دقيقة جدا، لكن الوقت كان ضيقا جدا والتعبئة الكاملة لم تكن ممكنة. وهنا جاءت التفصيلة التي حسمت كل شيء. قال مروان إن الهجوم سيبدأ الساعة 6 مساء، أعطاهم ساعات ليتحضروا، لكن الهجوم بدأ الساعة 2 بعد الظهر، قبل الموعد الذي أخبرهم به ب4 ساعات كاملة. 4 ساعات في الحرب ليست رقماً، 4 ساعات تعني الفرق بين جيش في مواقعه وجيش في عطلة الغفران، تعني الفرق بين دفاع منظم وفوضى كاملة. القوات المصرية عبرت قناة السويس في 3 ساعات. خط بارليف، ذلك التحصين الضخم الذي أنفقت عليه مئات الملايين وقيل إنه منيع، سقط في ساعات. وإسرائيل وجدت نفسها في صدمة لم تعرف مثلها منذ تأسيسها. ووثائق أفرجت عنها إسرائيل عام 2025 بعد 52 عاماً، جاءت لتقول ما لم تقله من قبل. أشرف مروان لم يكن جاسوساً إسرائيلياً، كان رأس حربة في خطة خداع مصرية محكمة نجحت في تضليل الموساد وتحقيق عنصر المفاجأة الكاملة. في 27 يونيو عام 2007 وجد أشرف مروان جثة على رصيف في لندن، ومصر في المقابل دفنته بطلاً ولم تفتح الملفات حتى اليوم.
كل طرف يريد من مروان أن يكون شيئا مختلفا، وهو مات دون أن يقول كلمة واحدة. في الشرفة التي سقط منها كانت الكاميرات معطلة، وفي الحياة التي عاشها ظل كل شيء في الظل أيضا. ربما كان هذا أكبر انتصاراته، أنه مات والجميع لا يزال يختلف حول من كان يخدم. اشترك في القناة، لأن في التاريخ المخفي قصصا من هذا النوع لا تنتهي. والسلام.